أسعد الله مساءكم جميعا بكل خير. كل عام وأنتم بخير. رمضان كريم، رمضان شهر السعادة وشهر اليمن والبركات. كلنا تابعنا مباراة صن داونز والنادي الأهلي والفضيحة الكروية الكبيرة، مش للنادي الأهلي بس لكن للكرة المصرية. جينا كمان جمهور الزمالك اتصدم امبارح بمباراة الزمالك وإنبي، وقدر إن إنبي يفوز على الزمالك 2-0، مع إن ترتيب إنبي في الدوري العام ترتيب يعتبر من الثلاث فرق اللي بيصارعوا على الهبوط، فرق بينهم وبين الثلاث فرق اللي تحت نقطة واحدة. قدر إن هو يفوز على الزمالك. الكرة المصرية فيها مشكلة كبيرة جدا. الكرة المصرية ما عندهاش المواهب ولا عندها الكواليتي اللي يقدر يشيل منتخب مصر أو يشيل أكبر ناديين في مصر. الحل من وجهة نظري إن كل المحترفين اللي في الدوري المصري يتسرحوا، كل المدربين الأجانب اللي في الدوري المصري يتسرحوا. إزاي؟ الناس دي لازم تمشي، الناس دي تاخد فلوس بالقانط. انت عندك لعيب محترف في الدوري المصري فارق معاك بشكل كبير جدا. انا بتكلم على الاهلي والزمالك. في لعيبه محترفين في انديه زي الاتحاد، زي اسوان، زي المحله، فارقين جدا مع الفرق بتاعتهم. لكن انا بتكلم على الاهلي والزمالك اللي على طول منصوب عليهم في اللعيبه المحترفين ومبيعرفش يجيب لعيبه محترفين. هاتلي لعيب محترف خلال الاربع سنين اللي فاتوا دول كان فارق بشكل كبير مع الفرق المصرية وقدر ان هو يضيف للعيب بتاعنا المصري. بالعكس، كل الكواليتي اللي موجود في الدوري المصري دلوقتي صعب ان هو يمثل منتخب مصر، او صعب ان انت تجيبه يمثل اهلي وزمالك. فانا شايف ان المحترفين كلها اللي في الدوري المصري كلها تتسرح. ونفس الكلام بالنسبة للمدربين. الناس دي تاخد دولارات ومفيش تطوير. شغل وكيل اللاعبين دي الناس اللي غرقت الكورة بجد. دي بقى اللي هي ايه، خلاص زي ما يكون معاك مثلا مركب وماشي في البحر، وواحد جه عامل لك فتحة كبيرة في المركب، فالمركب اتملت مية وغرقت. هم دول وكلاء اللاعبين. وكيل اللاعبين بيبدأ يسوق اللعيب ويقنعك باللعيب، وانا عندي، طب بص دوت، طب بص اللعيب ده، طب بص الباك اليمين ده، طب بص المساك دوت. طبعا 3/4 ادارات الكورة اللي موجودة في مصر ادارات لا تفقه شيء عن كرة القدم. فبيقدر وكيل اللاعبين يبقى هو رئيس النادي وهو كل حاجة، وبيجي على المدربين يقول له عشان انا اشغلك لازم على الاقل تاخد مني 8-9 لاعبين. طب ازاي؟ يقول له هتروح النادي الفلاني هجيب لك عقد في النادي الفلاني. هتقول له انا محتاج 6-7 لعيبه وعايز الاسامي دي. الاسامي دي طبعا ماضيه مع وكيل اللاعبين اللي هو جايبه ياكل عيش. في مدربين على الساحه لازم تبعد عن الكوره المصريه تماما. لازم يبقى في دم جديد، شباب صغير عنده الفكر عنده العلم، يبدأ يطور في الكورة ويبدأ يشوف مواهب جديدة تبدأ ان انت تطور بيها الكورة المصرية وتبقى مختارة بعلم حديث. لازم تهتم بقطاع الناشئين. لازم قطاع الناشئين هو اللي يتصرف عليه وهو اللي تشتغل عليه بأسس علمية عشان تقدر تطور الكورة. غير كده هنفضل زي ما احنا محلك سر، قدامك 20 سنة على ما توصل لمنصة التتويج بالنسبة لمنتخب مصر. قلنا المدربين الأجانب لازم تمشي، ما ضافتش. مفيش حد يجي ياخد مننا دولارات على الجاهز ويمشي. بعض الإعلاميين وبعض المعلقين على المباريات لازم يبعدوا عن الساحة الرياضية. نفخ لعيبة ما عندهاش أي مسؤولية ولا أي مستوى ولا أي
حاجة في كرة القدم غير ان هو لابس تيشيرت كبير مخليه ليه قيمة في المجتمع المصري وعامل له وضع كبير جدا. اعلاميين بتنفخ في لعيبة، يقول لك ده لعيب كبير جدا، ده لعيب في حتة تانية، ده لعيب في حتة تالتة، ده بص الاوت لعبه ازاي. يا باشا ده لعب اوت. ارحمونا شوية من التطبيل للعيبة على قد حالها اللي وصلنا للكارثة اللي احنا فيها دي. الاعلام الرياضي في مصر تحس ان هي عيلة واحدة. اتحاد الكورة شغال عند الشركة الراعية، هتاخد قرارات ازاي وانت بتاكل عيش في الشركة الراعية اللي هي مسؤولة عن تنظيم البطولة في مصر، مسؤولة عن المنتخبات، مسؤولة عن بعض الأندية في الدوري المصري اللي انت ما تقدرش تاخد قرار ضدها علشان انت بتاكل عيش في قنوات الشركة الراعية او شغال عند الشركة الراعية. اتحاد الكورة، انا عضو مجلس ادارة اتحاد الكورة، انا ما ينفعش اشتغل في الاعلام. هتشتغل ان انت تقدر بتهاجم نفسك او بتهاجم ناس في اتحاد الكورة وهتطلع علينا تقول القرار اللي خده اتحاد الكورة ده قرار غلط. ده كلام مش مفهوم. ان انت تبقى راجل في اتحاد الكورة وتشتغل في الاعلام ده فشل كبير جدا. هتقولي انا بشتغل عمل تطوعي، لا. لو انت هتشتغل في اتحاد الكورة انا شايف ان انت ما تشتغلش في الاعلام ولا تطلع تحلل ماتشات ولا ليك دعوة بالنشاط الاعلامي الرياضي خالص في مصر. الأندية لازم تبص لقطاع الناشئين، لازم تهتم بقطاع الناشئين اهتمام كامل. الناس الوحيدة اللي كانت شغالة في قطاع الناشئين وشغالة بحاجة علمية وشغل علمي محترم كان وادي دجلة. هتقولي ازاي ده وادي دجلة نزل ومصعدش؟ وادي دجلة عنده قطاع ناشئين قوي جدا. هات اي لعيب مسمع في الدوري المصري وارجع لبدايته هتلاقي بدايته وادي دجلة. لازم يبقى فيه تطوير لقطاع الناشئين وبشكل علمي وبشكل حديث، وفي مدربين لازم تبعد عن الساحة الرياضية تماما. ما ينفعش اشوف مدرب ماسك 3-4 فرق في موسم واحد ومفيش غيرهم. هم دول بس اللي بيفهموا الكورة في مصر؟ هم مدربين ومحللين واذاعيين ومذيعين وهم كل حاجة؟ لا، مصر فيها كوادر كبيرة جدا تقدر انها ترفع من شأن الكورة المصرية. ويا رب تكون الرسالة وصلت ونبدأ ان احنا نطور ونبدأ من اول السطر من اول وجديد. لان احنا لو قعدنا نرمم في اللي موجود مش هنعمل حاجة. ولو يا رب لو يكون الفيديو عجبك تدوس لايك وتفعل الجرس ليصلك كل ما هو جديد. كورة في الشارع مع احمد اسماعيل.